اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الرابعه من برنامج مونديال الانديه مع جيمي. النهارده هنتكلم عن الاربع مباريات اللي اتلعبوا امبارح. اول مباراه كانت ما بين بروسيا دورتموند وفلومينينزي، مباراه خلصت 0-0. مباراه كان فيها نديه ما بين الفرقتين، والفريق البرازيلي بصراحه خسر نقطتين وبروسيا دورتموند كسب نقطه اللي اداؤه عليه علامه استفهام، وده كان ثالث تعادل سلبي في البطوله. المباراه الثانيه كانت ما بين ريفر بليت الارجنتيني واوراوا ريد دايموندز الياباني. مباراه خلصت 3-1. ريفر بليت ابتدى بالاهداف عن طريق رأسية من كولوليدو صناعه اكونيا. الهدف الثاني كان عن طريق رأسية من دريوسي، والهدف وهدف تقليص الفارق من اوراوا عن طريق ضربة جزاء من ماتسو، ودي كان رابع ضربة جزاء مسجلة في البطولة. الهدف الثالث عن طريق ميزا برأسية برضو من صناعة أكونيا. فوز مستحق ريفر بليت، ودي أول ثلاث مباراة ليه في البطولة. الماتش الثالث كان ما بين سان داونز وأولسن. المباراة خلصت 1-0. المباراة كان بطلها مهاجم سان داونز راينرز، سجل ثلاث أهداف، هدفين اتلغوا وهدف اتحسب. مباراة كان مستحوذ عليها سان داونز واستحق الثلاث نقط، ودي كان أول ثلاث نقط ليه في البطولة. المباراة الرابعة كانت ما بين انتر ميلان ومونتري المكسيكي. المباراة خلصت 1-1. مونتيري فاجئ انتر ميلان وسجل أول هدف عن طريق سيرجيو راموس برأسية من ركنية. لوتارو مارتينيز اتعادل انتر ميلان بعد عرضية من أوجوستو. المباراة كانت متكافئة بين الفرقتين، بس المفروض ان هي ما تكونش متكافئة لأن الانتر المفروض يكون الأفضل في المباراة. نقطة عادلة للفرقتين، وده كان تاني تعادل إيجابي في البطولة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان تظهر لكم الحلقات أول ما بننزلها. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.